قصة النهاردة قصة توجع القلب، مش بس عشان فيها قتل، لا ده عشان اللي عملها كمان لسه عيل صغير ما تمش 15 سنة. الشيطان لعب في دماغه لحد ما خلاه يقتل جدته بالطريقة دي. قصة النهاردة مكانها في قلب القاهرة، بالتحديد في منطقة الزيتون، المنطقة اللي كلنا عارفين فيها إن الجار بيخاف على جاره والعيال بتتربى فيها على إيد أهلها، صح؟ بس اللي حصل في شقة الست أماني محدش أبدا كان متوقع إن ده يحصل. قصة بدأت ببلاغ عادي بس تفاصيله غريبة شوية. الست أماني كبيرة في السن، عندها 70 سنة، عايشة هي وابنها بس في شقتها. معروف كمان إن هي بركة المنطقة كلها، ومعظم ولادها كبروا واتجوزوا، بس كان عندها حفيد اسمه سيف، عيل لسه في مرحلة إعدادي. كان دايما بيروح يزورها ويشقر عليها من الوقت للتاني. الناس كانت بتقول على تربيته يا حلاوة بر الوالدين، بس سيف ساعتها كان في دماغه حاجة تانية محدش كان واخد باله منها، إن عينه كانت على الغوايش اللي في إيد سته. بس الفكرة إن محدش كان دريان بحاجة. سيف ساعتها كان مصاحب واحد اسمه مازن، والاتنين كان الشيطان تالتهم. سيف عدى على مازن عند بيته عشان ينزلوا يقعدوا على القهوة شوية، ووسط الكلام قال لمازن بقولك يا زميلي، أنا جدتي عندها دهب، لو خدنا الدهب ده منها هيخلينا ملوك، وساعتها بقى صاحبي هنقب على وش الدنيا من تاني، مش بدل الفقر اللي احنا فيه ده. وهي كده كده دلوقتي كبرت وما بقتش محتاجة صاحبي للكلام ده دلوقتي. قام ساعتها مازن صاحبه اللي قلعن منه قال له طب مستني ايه، ما تيجي يا زميلي نخلص عليها واحنا اولى بالفلوس دي، وعلى العموم يا سيدي كده كده محدش هيحس بحاجة، ما تقلقش. وفعلا اتفقوا على يوم قتلها، وهم قاعدين مع بعض عملوا ايه بقى؟ اتفقوا ان هم يطلعوا سوا كأنهم رايحين يزوروها ويطمنوا عليها. دخلوا الشقة، الست أماني رحبت بيهم قوي عشان بتحب سيف جدا عن أي حفيد تاني عندها. ساعتها قعدوا يتكلموا معاها شوية وطلبوا منها تعمل لهم عصير، وهي مش عارفة إن سكينة الغدر بتتسن ورا ظهرها. ركزوا بقى في اللي جاي عشان ده اللي يوجع القلب. وهم قاعدين بعد ما دخلت المطبخ، سيف ساعتها غمز لمازن، وأول ما الست لفت ظهرها سيف جرى عليها كتم نفسها بحتة قماشة عليها مخدر عشان ما تطلعش صوت. الست قاومت على قد ما قدرت، بس مازن اللي مفيش في قلبه رحمة ما ادهاش فرصة حتى ان هي تموت بالبطيء. مازن ساعتها لما شاف سيف وهو بيعمل كده، من كتر ما هي كانت بتقاوم وخلاص ممكن تفلت منه في اي لحظة، طلع سكينة من درج المطبخ واداها في بطنها 3 طعنات. حاولت معاهم بس ما قدرتش تدافع عن نفسها عشان الاتنين فيهم صحة عنها، لحد ما الست أماني فرقت الحياة. سيف ساعتها قلع الغوايش من ايديها، ومازن فتش الشقة كلها، ما اكتفوش بالغوايش بس، خدوا كل حاجة وخرجوا من الشقة من غير ما حد يحس بيهم ولا كأن في حاجة حصلت. ابن الست أماني اللي عايش معاها في البيت رجع من الشغل بالليل، وأمه وهي مرمية على الأرض بدمها، صرخته كانت تهز جبل، وفي ثانية المنطقة كلها اتلمت حواليه. راحوا بيها على المستشفى جري، بس للأسف محدش قدر يعمل ليها حاجة عشان هي أصلا رايحة ميتة. وهم داخلين المستشفى بيها على أوضة الطوارئ، الدكاترة والممرضين بلغوا الشرطة فورا إن الحالة دي مقتولة ب3 طعنات في جسمها. الشرطة جت في ساعتها وبدأت معاينة الجثة وراحوا على مكان الجريمة، بس الغريبة إن هم ما لقوش كسر في الباب ولا كان في أي اقتحام على الشقة. معنى كده إن اللي دخل البيت يا إما حد من أهل الست أماني يا إما حد هي عارفاه وفتحت له. المباحث بدأت تفرغ كل كاميرات المراقبة، وساعتها
لقوا المفاجأة إن سيف ومازن صاحبه داخلين العمارة في نفس وقت الجريمة، وخارجين وهم متوترين وبيجروا من العمارة وبيداروا وشهم كأن يعني مفيش حد هيعرفهم. وساعتها فعلا اتأكدوا إن هم اللي عملوا كده، عشان رد فعلهم وهم بيجروا أثبت كده فعلا. وقتها اتقبض على سيف ومازن. وفي الأول سيف قعد يعيط ويقول دي جدتي يا بيه، أنا عمري ما أعمل فيها كده. لما وروه الفيديو وهم نازلين من العمارة بالمنظر ده، وصاحبه مازن اتقبض عليه قبليه وهو اللي اعترف عليه إن هم اللي عملوا كده فعلا. اعترف من أول قلم خده على وشه، وساعتها حكى كل حاجة. قال أنا كنت عايز فلوس أصرف فيها أنا وصاحبي مازن، والدهب كان قدامي طول الوقت وهي لابساه. الصراحة حضرة الظابط كان الدهب بيزغلل عيني كل ما أشوفه في إيديها. الظابط ساعتها قال له يا ريتك طلبت منها، كانت هتديك عينيها مش تموتها، عشان غوشتين تستاهل حبل المشنقة يلف على رقبتك انت وصاحبك. ودي كانت حكاية سيف ومازن، عيال لسه ما شافتش الدنيا، بس الطمع وقلة الدين وعدم التربية هما اللي وصلوهم لكده.